رمضان كريم على الجميع، خصوصا إخواني وأخواتي طلاب السادس. أنا زميل لكم من كلية الطب، حبيت أقدم لكم كم نصيحة من خلاصة تجربتي بالسادس، عسى ولعل تفيدكم. مو بالضرورة الشغلات اللي أقولها تقلدوها بالضبط، كل شخص له طريقة خاصة. أنا بالكلية وياي 200 طالب بمرحلتي، أقل واحد بينا جاب معدل 97، وكل شخص بيهم له طريقة مميزة بالدراسة. اللي جابوا الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة مو أحسن منكم، ولا هم مخلوقات فضائية سجاشة بشكل فظيع، هم كانوا طلاب سادس مثلكم بالضبط. لا تخلي تفكيرك ينشغل بالمعدل بشكل وسواسي، خاف ما أجيب معدل، لا تفكرون هيك. خلي تفكيرك بالمادة وجد أنت مضبطها، هذا هو المهم. خلي تفكيرك بس بالمادة وعوف لغة الأرقام قد ما تقدر، لأنها راح تخربطك. لا تقرون بملازم هواي وتخربطون روحكم، خصوصا بهاي الفترة الحرجة اللي قبل الامتحانات. خليكم مركزين على مصدر واحد تقرون به الكل مادة. أهم شي كلش إنه تقرون الأسئلة الوزارية، وما تخلون سؤال ما تقرونه. ليش؟ لأنكم أولا راح تتعودون على النمط مال الأسئلة، وما راح تستغربون من تجيكم الأسئلة بيوم الامتحان. ثانيا راح تقدرون تكتشفون مناطق الضعف اللي عندكم بالمادة الفلانية من خلال قراءة الأسئلة. خطكم لا تسوونه مسماري، الخاطر هبل، خطكم حسنوه. مو عيب الواحد يشتري كراسة ويحسن خطه. أنا بالسادس اشتريت كراسة وحسنت خطي بظرف أسبوع، والحمد لله خطي صار هواي أحسن من السابق. الأفضل إذا تقدرون تشترون أقلام سلايات، ماركات زينة طبعا مو عاوية، مثل ستادلر أو يونيبول، لأنها راح تساعدكم هواي بالامتحان من ناحية الانشغال بقط القلم. بالإضافة الخط بيهن يكون هواي أحلى وأوضح. اللي يحس إنه ما يرتاح الأقلام السلايات خليه يعوفني يولن. عوفوا الانترنت خلال فترة الامتحانات. عوفوا الانترنت، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك. انا كنت افتح فيسبوك كل 3 اشهر مرة بالسادس، ومن شهر المراجعة لحد ما خلصت ما فتحت فيسبوك ولا مرة. لازم تخلون دماغكم صافي وغير مشتت، لذلك لازم تعوفون النت. اتمنى لكم التوفيق